أنا مريم، اتجوزت عن حب. كنا سوى 5 سنين قبل الجواز، وعدني إنه هيعيشني ملكة. كانت فرحانة، وكل البنات كانت بتغير مني، خصوصا أقرب صحبتي. هالة كانت معي في كل خطوة. يوم فرحي كانت ماسكة فستاني، بتضحك وتعيط، وأنا كانت شايفة فيها أختي، مش صحبتي بس. لكن بعد سنة من الجواز بدأت أحس بحاجة غريبة. جوزي بيتأخر، تليفونه بقي عليه باسورد، وساعات بيرد ببرود، كأني بقيت شخص عادي في حياته. كانت بضحك على نفسي، أقول يمكن الشغل، بس الحقيقة كانت أوحش من أي كابوس. في يوم نسيت تليفونها عندي، وأنا بفتح موبايلها أبعت لها صورة. وصلت رسالة: مش قادرة أستحمل أكتر، عايزك تطلقها ونبدأ من جديد. المرسل: جوزي. قلبي وقع، عيني دمعت. مش عشان هو خن، لا، عشان اللي شاركني كل تفاصيلي، ضحكي، وجعي. خانت صحبتي، أكتر واحدة كانت بحكي لها عن خوفي عليه. كانت هي اللي بتطمني، وفي نفس الوقت بتسرقني. واجهته، ووشه أتغير. سكت، معرفش يبرر. أما هي ما ردتش حتى على مكالمتي. خرجت من حياتي كأنها كانت ضيف ثقيل مستنية تعلقتم الخيانة. وجعها مش في الفقد، وجعها الحقيقي إنك تبص في المرايا وتكتشف إنك كنت أعمى. لكن في الآخر، كل خيانة درس، وكل غدر بداية جديدة لقلب يستهل أحسن.